كان بقديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان شهيد القلاق زعيم ثورة الجزائر. العملية هذه وقعت هنا في الجزائر في سنة 1961 باللارج يا طويل القايمة، كان في العش نتاعو. عسكرية يشوف هذاك الإعلام بالبلون روج، الروج اعتقد يقصد العلامه الفرنسيه تقريبا، ينزل عليه يقطعوه ويديه العش نتاعو. على الاقل الغراب هذا انتزع العلم الاسرائيلي ومشى. دخل يا خراط. وأطلقوا عليه الرصاص فكسروا رجله داباش باقي ديالو سمعتوش كي يقولها، فاصابوه في رجله. تخيلوا رجله، شوفوا رجله، شوفوا رجله. تشهد فضيحة. شاهد. عقدوا مجلسا عسكريا وحكموا عليه بالسجن المؤبد. يا اخي كنت خليه اعدامي. يا بو يا عيبه يا عيبه يا عيبه يا عيبه. عقدوا مجلسا عسكريا لمحاكمة هذا الطائر. أنا مع السلامة يا جماعة. ما بيتكلم أمام المجلس الشعبي المدري منو. الحظ أنني صورته وهو عايب في وقته، كان مسكين يمشي على رجل واحدة. هذا الصورة تاعو موجودة عندي، على كل حال يمكن نعتها لكم فيما بعد. وعنده تصوير بغى يجبد لي نتوما، قال لي من بعد نعطيه لكم. هذا مستشار ديال رئيس الجمهورية. الله عليكم بالله، ماشي القطعة قضية تكتب. انت اللي لقى هذا اللي لقاه مستشار تاع يكتفوني يديروا شي خنشه ويشوف فيني لوحو. لم تنتهي قصة باللارج يا طويل الجامع. ثاني ده فقيه بيقول لهم يا احبتي في الله. طيب صنع العش نتاعو من علم فرنسا. وش دارت فرنسا يا احبة رسول؟ القت القبضة على هذا الطير وقصت جناحيه وادخلته في السجن مع المجاهدين. الحيوان. القضية بدات كتخرج من ايدينا للاسف. باللارج يا باللارج والقلاق يا القلاق اصبح شهيد ينضاف الى 1.5 مليون شهيد. ما ياكلش. لماذا؟ لانه يرى الفزع نتاع المجاهدين يعذبون.